يعد شادي ريان واحد من الأسماء البارزة في عالم المال والأعمال بمصر، خاصة داخل قطاع السيارات، حيث يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للسيارات، إحدى الشركات المعروفة في السوق المحلي. بعد أخبار عن زواج طليقته دينا طلعت من الإعلامي عمرو أديب قريبا، تصدر رجل الأعمال شادي ريان الترند على مواقع التواصل الاجتماعي. ينتمي شادي ريان إلى عائلة لها تاريخ طويل في هذا المجال. أسس والده الراحل أحمد ريان نشاط العائلة منذ عقود، قبل أن يتولى شادي قيادة الشركة بعد وفاته عام 2013، وبدأ مرحلة جديدة من التوسع وإعادة هيكلة النشاط بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية وسوق السيارات المتقلب. في السنوات الأخيرة لم يقتصر حضور شادي ريان على كونه رجل أعمال فقط، بل أصبح محلل ومؤثر في سوق السيارات من خلال ظهوره الإعلامي وتصريحاته المتكررة حول الأسعار والاستيراد ومستقبل التوكيلات، وهو ما جعله محل متابعة من التجار والمستهلكين على حد سواء. ارتبط اسم شادي ريان بشكل كبير بسيدة الأعمال دينا طلعت، رئيسة مجلس إدارة مجموعة راديو طلعت 2000 المتخصصة في الأجهزة الإلكترونية والمنزلية، فقد جمع بينهم زواج استمر لعدة سنوات أنجب خلالها 4 أبناء، وهما ملك ومايا وتمارا وأحمد، قبل أن ينفصلوا لاحقا بهدوء ودون الدخول في أي تفاصيل أو خلافات علنية، في مشهد عكس حرص الطرفين على الخصوصية والاستقرار الأسري. وانتشر اسم رجل الأعمال شادي ريان في الساعات الأخيرة على السوشيال ميديا بعد أنباء ارتباط طليقته بالإعلامي عمرو أديب.